السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا يا رب وفي احسن حال. وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. النهارده بقى جايه لكم بفيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو سوا عاوزاكي بقى تحطي لي اللايك الحلو كده وتعملي اشتراك لو لسه مشتركتيش، ويلا بقى مع بعض نشوف اليوم هيحصل فيه ايه. نكمل سوا تنظيفات الشتاء اللي احنا بدأناها. طبعا احنا خلصنا المطبخ في الفيديوهين اللي فاتوا، لو لسه ما شفتيهمش ارجعي شوفيهم. ونتنقل بقى النهارده على جزء جديد من الشقة، ندخل على الريسبشن ونسمي الله كده مع بعض ونبدأ. هنا انا كنت دخلت على الجزء بتاع السفرة، بدأت ارفع الستاير في الارض، وطبعا شلت شوية كراكيب كده زي ما شفتوا كانت محطوطة على السفرة، وبدأت بفوطة انفض التراب. هخلص بقى معاكم الكراسي كلها كده نفض التراب. عايزاكي بقى اللي اتفرج عليا دلوقتي تقوم كده تنشط وتقوم تشوف اللي وراها ايه، نستغل الجو ده قبل ما الدنيا بقى تشتي ونبدأ نقفل الشقق ونقفل الشبابيك ونقفل الدنيا ويبقى صعب اصلا. يعني انتوا عارفين الاجواء الشتاء دي بتبقى اجواء الكسل كله، طبعا مقفلين الشقة والجو برد وكلنا متكتكين. فدلوقتي هي احسن فرصة بقى، اللي عايز ينفض حاجة اللي عايز يروق شقته كده ويظبطها قبل ما ندخل على المرحلة بتاعت الكسل ومرحلة تقفيل الشقة، وما نعرفش بقى لا نحط سجادة على البلكونة ولا نحط فرش على البلكونة. انتوا عارفين بقى الاجواء دي. فكل واحدة كده تنشط وتستعين بالله وتقوم تشوف اللي وراها ايه. وصدقيني يعني في النهاية هو شوية تعب وشوية مجهود، بس في النهاية بيبقى الواحد قاعد كده مرتاح ومريح باله ومبسوط وراحة نفسية، يعني لما تبقى كل حاجة حواليكي نظيفة. واللي مش هنعرف نعمله في الشتاء نعمله دلوقتي ونجهزه. هنا انا كنت جبت بقى طبق بلاستيك حطيت فيه ميه ومنظف، انتي بقى حطي اي منظف عندك، وحطيت فيه شويه كلوريكس الوان وشويه برضو معطر كده يعمل ريحه كويسه، وجبت فوطه وبدات امسح بقى ايه الاسطح اللي عندي كلها. الستاره بتاعت الشباك دي والستاره بتاعت البلكونه هتشوفوها دلوقتي. انا بعد ما خلصت الفيديو بصراحه نزلتهم وغسلتهم في الغساله الاوتوماتيك، وبعد كده علقتهم تاني، حتى بعلقهم وهم مبلولين اللي هم ايه ينشفوا على وضعهم وهم متعلقين بحيث ما يلحقوش يكرمشوا او كده. بس كده. والشباك نفسه الخشب بتاع الشباك سواء بقى شيش البلكونه او شيش الشباك ده انا كنت غسلاهم. انا مش بغسلهم بميه كتير طبعا عشان ما يبوظوش، بس انا كان بقالي فتره كبيره قوي قوي بمسحهم على الناشف كده. النهارده بقى قلت ايه اغسلهم بميه كده، انزل اي اتربه عليهم. وبصراحه كمان غلفتهم بره بمشمع ودبابيس عشان زي ما انتوا عارفين برضو البرد والسقعه والتراب بتاع الشتاء، فقفلتهم من بره. كنت لميت بقى المفارش بتاعت الاسوار خدتها وحطيتها في الغساله. هنا انا بصراحه مش بقدر اشيل السفره دي لان الخشب بتاعها تقيل جدا، فمش بقدر اشيلها. فده الجزء الوحيد اللي انا بنضفه على وضعه كده وهو موجود. بعد ما خلصت بقى التراب كله، مسح التراب كله، بدات اكنس السجاده، وجبت هنا المساحه بتاعه الارض ومسحت بقى برضو الميه دي ميه ومعطر ومنظف ارضيات. مسحت بقى بالخلطه دي اجزاء السيراميك والارضيات اللي باينه كويس قوي، والمساحه دي بيبقى عندي ليها غيار تاني بنشف بيه بس. وكنت رجعت بقى هنا الكراسي وكل حاجه مكانها. كنت حطيت المفارش في الغسالة وطلعت نشرتها شوية عبال ما خلصت بقية الشقة. وهنا طبعا هي عشان خفيفة فبتنشف على طول، يعني 10 دقايق ربع ساعة بتكون نشفت كويس، خصوصا في وجود الشمس في وش البلكونة فنشفت على طول. بدأت بقى افرشها تاني وارجع كل حاجة مكانها زي ما انتوا شايفين، وكده ابقى خلصت الجزء بتاع السفرة. ندخل بقى على الجزء التاني من الريسبشن وهو الصالون. جبت بقى الفوطه الناشفه تاني وبدات انفض التراب كويس قوي من الكراسي ومن الكنب، واخدت هنا الفوطه مبلوله بنفس الخلطه اللي احنا قلنا عليها، وبدات امسح الاجزاء اللي باينه من الخشب، وامسح بقى ايه اي تراب موجود كده في الزوايا او في التفاصيل بتاعه الخشب. مسحت كويس ونفضت كل حاجه. وقبل ما نكمل انا عايزه اقول لكم على حاجه. انا عايزه اقول لكم اي بنوته اي ست بيت اي عروسه لسه جديده في بيتها، طبعا شغل البيت ده بيبقى في الاول صعب جدا وبيبقى حمل تقيل. ما تحمليش نفسك فوق طاقتها، اعملي اللي تقدري عليه، اعملي واحده واحده. يعني مش لازم 24 ساعه شقتك تبقى فل والمطبخ فل والدنيا نظيفه وكل حاجه في مكانها وكل حاجه منظمه. لا، هيجي عليكي اوقات كتيره هتكوني تعبانه، هتكوني مرهقه، هيبقى عندك ظروف صحيه، حمل، ولاده، رضاعه، اي كلام من ده. فانتي حاولي ايدك تبقى باستمرار في الشقه في الحاجات الخفيفه. لما يبقى في حاجه تقيله او كده قسمي على نفسك الوقت، مش لازم نخلص كل حاجه في نفس الوقت، مش لازم كل حاجه تبقى على سنجة 10. يعني ما تحمليش نفسك فوق طاقتها. واحده واحده كده واعملي على مهلك. قسمي الشقه على اجزاء، قسميها على ايام، حتى لو قعدتي اسبوع كامل تعملي فيها كل يوم اوضه كل يوم جنب. يعني انا المطبخ ده عملته تقريبا في 3 ايام، في ظل طبعا زي ما قلت لكم مع وجود بيبي صغير، وقت ضيق، الكلام اللي انتوا عارفينه ده. فاعملي على مهلك، اهم حاجه ان تبقى حاجتك نظيفه، وطول ما ايدك فيها باستمرار هتبقى باذن الله الحاجه نظيفه. حتى
حتى لو جه عليكي اوقات وبقيتي مش قادره تعملي، ما تحمليش نفسك فوق طاقتها. النهارده قدرت تنفضي الصالون كده، تمسحي التراب من فوق الوش، امسحي من فوق الوش. مره تانية تشيلي السجاده، مره تانية تبقي تغسلي المفارش، مره تنزلي الستاير، يعني على مهلك. بس كده، ده اللي انا كنت عايزه اقوله. نرجع بقى للفيديو. زي ما شفتوا انا خلاص مسحت التراب، مسحت الارضيات ونشفتها كويس. عايزه اكد عليكم بس محدش يفرش السجاده غير لما نتاكد ان الارضيات نشفت كويس جدا جدا. بس انا كنت سبتها طبعا تنشف، وبعد كده رجعت حطيت السجاده، وهنا فرشت المفارش مكانها تاني، وبحط بقى كل حاجه ارجعها مكانها، علبه المناديل والمفارش هنا اللي على الجوانب برضو بدات احطها تاني. وبكده بقى ايه، نبقى خلصنا الجزء بتاع الصالون والسفره. يتفضل لنا بقى الجزء الثالث من الريسبشن. بفكركم بقى اللي وصل لحد هنا من الفيديو، اجري كده حطي اللايك الحلو بتاعك واشتركي في القناه عشان يوصلك الفيديوهات الجديده كلها، وشوفي برضو الفيديوهات اللي فاتت. ندخل بقى على اخر مرحله من الريسبشن، وهي الجزء بتاع الانتريه. بنفس الفوطه بقى نبدا ننفض التراب اللي موجود، ونفس الخطوات اللي عملناها في الاجزاء اللي فاتت نعملها هنا. اي تراب موجود ننفضه كويس قوي، وهنا الكوشنز والمخدات دي بنفضها، وعارفين بقى ايه نفس الخطوات تاني. ونرجع نجيب الفوطه المبلوله ونمسح بيها الخشب والاجزاء اللي باينه. بس كده. وكنست بقى السجادة اهو زي ما انتم شايفين، كنستها كويس برضو ولمتها. وجبت الزرعة دي، زرعة صناعي عندي بتتمسح كده كل فترة، برضو بمسحها، بتبقى منورة وجميلة قوي، بتدي جو حلو قوي. شايفين الجزامة اللي محطوطة على جنب دي؟ بصراحة انا مش لاقيه لها اي مكان في الشقة غير هنا. هي متداريه بالزرع اللي انا كنت حاطاه اللي وريتهولكوا دلوقتي ده. انا حاطه فيها الشوزات اللي هي السواريه او الكعب العادي اللي ما بستخدمهاش باستمرار، يعني بستخدمها على فترات بعيده يعني، فحطاهم هنا ومدارياها بالايه بالزرع. خلصت ومسحت الارضيه، وبرده استنيتها تنشف شويه، ورحت راجعه فرشه السجاده تاني. او شايفين الزرعه اهي مغطيه الجزامه. هي بصراحه ما بتبقاش واضحه قوي يعني، حتى لو حد قاعد في المكان ما بتبقاش باينه قوي، الزرعه بتبقى مغطيه. بس. وبدات ارجع كل حاجه مكانها، رجعت الترابيزه ورجعت الكراسي، وبدات افرش بقى ايه الكوشنز، وارجع ايه كل حاجه زي ما كانت. وكده يبقى خلصت الجزء بتاع الانتريه والريسبشن كله خلاص الحمد لله. اهو بوري لكم بقى نظره عامه على المكان كده الحمد لله كل حاجه ايه خلصت. اتنقلت بقى على اوضه الاطفال. دخلت كده كان فيها شويه كراكيب وشويه لعب من بتاعه ابني. انا برضو كنت قبلها بيوم شايله الكفرات بتاعه المراتب، وكنت غاسله الشباك نفس الكلام، غسلته من بره بالميه وغلبته بالمشمع والدبابيس عشان التراب برضو عشان البرد في الشتاء. كنت بقى الكفرات دي كانت نشفت، فاخدتها كده وبدات ايه افرشها على المراتب زي ما انتم شايفين كده. طبعا الكفرات دي لازم تتهوى وتتشمس وتتغسل كل فتره، يعني دي حاجه مهمه، لو ما غسلتيهاش اول باول تشمسيها على الاقل. شويه الكراكيب بقى اللي موجوده دي بدات احط كل حاجه في مكانها، اللي عايز يتحط في الدولاب حطيته، واللي عايز يتغسل زي الملايات دي غسلتها، ونفضت برضو السرير حطيت الكفر بتاع المرتبة بتاعته هو كمان. وجبت بقى المقشه ايه وكنست برضو التراب والارضيات كده. وانا كنت ماسحه بقى الدواليب، وكنت ماسحه الخشب بتاع الاوضه اهو زي ما انتم بتشوفوا دلوقتي. كنت بمسح الباب بتاعه، مسحت بقى المرايات والخشب كله والدواليب، اي حاجه برضو عليها اسطح كده تراب مسحتها كويس. ودخلت نفس الكلام بنفس الخلطه بتاعه الميه دي والمساحه، امسح كويس كده حلو. الارض بقى بتلمع كده، الارض اللمعان بتاع الارض ده بيديكي بقى احساس ايه ان احنا كده ايه بنشطب بقى. مشتهاش بقى، سبتها تنشف، وطلعت على الجزء بتاع المعيشه عندنا. دي مش غرفة، دي صالة كده صغيرة، صالة توزيع صغيرة انا عاملة فيها ركنة كده للمعيشة، يعني حاطة فيها تلفزيون وقعدتنا كلها بتكون فيها. زي ما انتم شايفين قاعدة ايه ارضية كده عربي، بنفضها من التراب، وبقول عليها ركنة يعني، او هي قاعدة عربي كده. بتبقى اجزاء، فانا بشيل جزء بيبقى خفيف وسهل، مجرد ما بمسحه وبنفضه من التراب بيبقى سهل بقى انقله في اي مكان لحد ما اخلص. كنت شلت الكفر بتاع الارض ده، انا حاطه بقى ايه على السجاده بتاعه المعيشه دي كفر كده، حطيته في الغساله يتغسل، اغسله كده في نص ساعه، اقل برنامج في الغساله، ومسافه ما بنشره على الحبل بينشف على طول، برده خلال تلت ساعه نص ساعه في وجود شمس بينشف على طول. فانا هنا كنت شلته حطيته في الغساله يتغسل، وقلت بقى اكنس الارض بالمقشه الخشنه السجاده، وهشيلها برده ايه وامسح تحتها. لو اخدتوا بالكم انا كنت فرشه فوق السجاده مشمع كده، برده حطاه ايه زي عازل لو حاجه وقعت على السجاده وكده. احنا قاعدين قعدتنا كلها هنا وارد جدا كوبايه شاي تتكب، كوبايه قهوه، اكل، شرب، الحركات اللي انتوا عارفينها دي، عصير، الكلام ده. فعلشان السجاده فاتحه وما يوصلهاش اي حاجه او اي بقع، فبحط تحت الكفر المشمع ده. بصراحه برضو فكرته حلوه وعجباني،
وكان عندي يعني قلت استغله بالطريقه دي. مسحت هنا بقى الشباك اللي عندي ده. الشباك ده انا مش بفتحه خالص، يعني انا بفتح الشباك لكن مش بفتح الباب نفسه. الشباك كتهويه لكن مش بفتح الباب خالص. بس الفوطه المبلوله، اي تراب موجود على الابواب او على الشبابيك، كان في اي بقعه على الحيطه او علامات ايد او حاجه برضو بدات امسحها. ودخلت على الجزء بتاع الطرقه دي. انا هبقى اعمل لكم جوله ان شاء الله في الشقه لو انتوا عايزين، عشان تبقوا فاهمين كده ايه بيودي على لو عايزين برضو الجوله دي تكتبوا لي في الكومنتات بقى. مسحت بقى برضو التراب بقى. انا عايزه اقول لكم الشقه عندي بتلم تراب بطريقه بشعه بجد. انا المنطقه اللي انا فيها منطقه مفتوحه ومفيش حواليا بيوت كتير، يعني تعتبر منطقه جديده. يعني الدنيا بقى حواليا زرع او شوارع مفتوحه واماكن بقى بيوت بتتبنى وكده. فيعني انا عايزه اقول لكم بعد ما خلصت تنظيفه الشقه دي تاني يوم على طول كانت الشقه مليانه تراب. فالموضوع ده صعب قوي. يعني هو انا ابشع حاجه عندي في الشقه هي التراب. يوميا تراب متراكم على كل الاماكن. يعني الواحد بيفتح الشبابيك ويفتح الشقه كده بالعافيه بصراحه. بس مسحت وكنست برضو، كنست هنا، وهشوف بقى لو في اي بقعه على الحيطان برضو همسحها. الطرقه والمكان اللي احنا بنقعد فيه اللي هي صاله التوزيع دي المعيشه بتاعتنا، طبعا ايدينا فيها رايح جاي واللعب والاكل والشرب، لازم طبعا الحيطان بتاعتها تتمسح كويس. هي يعني احنا حياتنا كلها في المنطقه دي. ممكن بقيه الشقه استهلاكنا فيها قليل، يعني مثلا غرف النوم على دخول النوم، الريسبشن ده فيه ضيوف او حاجه، او ساعات مثلا لو جوزي عنده شغل بيقعد على السفره شويه يخلص شغله. لكن احنا استهلاكنا الاكتر في الطرقه وغرفه المعيشه دي، طبعا بجانب بقى ايه المطبخ والحمام وبس على كده يعني. فانا قلت بقى ايه امسح كده الحيطان لو في اي علامات للايد مكاننا تبقى الدنيا نظيفه. ونفس الكلام الكفر اهو كان خلص، قلت ادخل انشره على البلكونه ينشف عبال ما اخلص اللي ورايا. بس كده. والكفر برضو بتاع الطرقه دي دخلته برضو في الغساله وغسلته يعني. هنا بقى كان اليوم خلص وكنت تعبت، وبصراحه ايه ما فرشتش اوضه الاطفال ولا فرشت الطرقه. يعني قعدت خلاص بقى استكفيت على كده. صحيت بقى تاني يوم كنست كده كنسه من فوق الوش تاني، وبعدين بدات افرش بقى ايه الغرف بقى ملايات نظيفه جديده. والمشايات بتاعت اوضه الاطفال كانت في المغسله، يعني كنت وديتها المغسله قلت لكم في الفيديو اللي فات. كانت بقى جات وكانت بصراحه نظيفه زي الفل، يعني عجبتني قوي المغسله دي. وكان كمان يعني سعرها مش غالي قوي. فهنا بقى بدات افرش المشايات بتاعتها. بصوا حتى التغليفه مكان ما جايه من المغسله كانت متغلفه بالبلاستر كده او بالسولوتيب العريض ده. كانت كل مشايه ملفوفه ومتغلفه. وبدات افرش المفارش اللي انا غسلتها. وكانت كده اوضه الاطفال تعتبر خلصت، يا دوب هعطرها واقفلها بقى وتبقى كده زي الفل تمام خلاص. دخلت برضو على صاله التوزيع تاني او المعيشه بتاعتنا. انا كنت بقى تاني يوم برضو فرشت اوضه النوم مع نفسي كده في الروقان وخلصتها وقفلتها. كنت هنا بقى فرشت السجاده، وادي المشمع تاني رجعته مكانه اللي انا حكيت لكم عليه. وفرشت الكفر كده برضو ايه بتاع المكان ده. بصوا يعني عايزه اقول لكم ممكن عشان المكان ده اكتر مكان بنقعد فيه بجد ببقى مبسوطه قوي قوي لما بغسل الكفرات بتاعته. ولما بنضفه كده بحس ان انا قاعده بقى ايه في الشقه جديده كده كاني لسه عروسه. اهي بصوا الركنه اللي احنا بنقعد عليها اللي فوق البني ده او اللون اللي باين منها ده كفر انا حطاه، لكن هي اللون الاصلي بتاعها هو اللون اللي انتوا شفتوه من تحت الكاروهات ده او المربعات الازرق. بس كده. وبدات ارجع ايه كل حاجه مكانها خلاص. وكده برضو المكان ده هيبقى خلص. انا عندي بقى الصاله اللي احنا بنقعد فيها دي بالطرقه يعني مرتبطين ببعض، فخلصتها برضو. دخلت على الطرقه فرشت المفرش بتاعها. انا شايله السجاده بتاعت الطرقه دي، كنت وديتها المغسله وغسلتها وجات نظيفه وكل حاجه، بس بصراحه انا مش حابه استخدمها يعني شلتها بس. ودي كانت نظرة عامة كده على اهو المكان بتاعنا، الطرقة بالمكان اللي احنا بنقعد فيه المعيشة. وانا بقى خلصت التواليت بقى نظفته والبلكونة والسلم وكده، يبقى الشقة كلها خلصت الحمد لله. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب او الاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويلا مع السلامة.